مساء الخير يا سوسو. مساء الخير. اتأخرت كده ليه؟ كان عندي شغل كتير في المكتب. على فكرة توفيق خد الدكتوراه وبمرتبة الشرف كمان. والله؟ وهيرجع امتى؟ ما قالش. مش هتروحي بقى لماما عشان تباركلها؟ وهي يعني كانت جات لي لما ولدت؟ ما هي منقطة أمينة ونيل يا سوسو. منى من فضلك، ما اسمهاش أمينة. ده اسم الدلع، إنما اسمها الحقيقة أمينة. الغرض ايه رأيك إن احنا نروح لماما بكرة؟ مش فاضية. طيب بعد بكرة؟ مش فاضية برضه. أنا مش فاهم بس هتفضلي مقاطعة والدتي كده لإمتى؟ هي كانت عملت لك إيه بس؟ عاوز أعرف. أحضر لك العشاء ولا تقوم تقلع هدومك الأول؟ لا كمان شوية. على كيف؟ طب ما تخليكي قاعدة في البلكونة، رايحة فين؟ أبدا. أنا مش عارف كنت عايز أقول لك إيه. افتكرت. قول. الليلة دي يا ستي المدير طلبني وقال لي إن احنا عاوزين نثبتك لأن العملية طولت. طيب عال كويس، مبروك. متشكر. بس بقى كان عاوز يعمل لي ما هي 12 جنيه بدل 15 لأن الوظيفة بقت دايمة، لكن أنا طبعا رفضت وأصريت وفي النهاية وافق. قال يعني 15 جنيه كتير على القرف اللي الواحد بيشوفه كل ليلة. على كل حال 15 جنيه كويسين يا سامي. الواحد بيهلك بيهم يا سعاد. أدي أنت شايفة، يا دوبك أجي من الوزارة وأتغدى ومفيش نص ساعة وأخرج تاني على المكتب، وشوفي باقي الساعة كام؟ الساعة 10 وزيادة دلوقتي. ومين عارف، يمكن بتخلص شغلك بدري وتدور تقعد هنا ولا هنا. فين يا حسرة؟ ده أنا بطلت أشتري علبة سجاير ب6 ساب. على فكرة أنا هعمل جمعية ب200 جنيه، تخش؟ وهو أنا معايا 200 مليم؟ أنا كلمت بابا وعمتي وجوز عمتي وكم واحدة صاحبتي وكلهم هيخش. والجمعية دي كام نفر بقى؟ شوف، أنا عاوزة أعملها 20 نفر وكل واحد يخش ب10 جنيه في الشهر، بس على شرط آخد أنا الأول. طبعا. أصل في واحدة صاحبتي عندها عربية صغيرة وعاوزة تبيعها ب200 جنيه، قلت فرصة. عارف تسوى لها كام العربية دي يا سامي؟ 400 جنيه بالراحة. طب مش بس لما نخلص من حق الفريجيدير الأول نبقى نفكر في العربية؟ أصل ما عندكش فكرة يا سامي العربية جميلة قد إيه، دي فرصة مدهشة يا ستي. وعلى إيه بس عربية؟ ما هو كده كويس رجلينا. يا أخي أنت مش طموح أبدا، وده الشيء اللي مش عاجبني فيه. بقى في حد يبقى متعلم زيك وموظف كبير في ديوان المحاسبة وبيشتغل في شركة بعد الظهر وما يبقاش عنده عربية؟ في كتير. ممكن حد يسكن في الزمالك وما يبقاش عنده عربية ولو صغيرة ب200 جنيه؟ ممكن قوي. مبروك يا سعاد. بابا مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك. على ايه؟ اولا تعملي لي فنجان قهوه. بس كده يا بهانه؟ نعم يا ستي. اعملي فنجان قهوه. سكر على الريحه يا بهانه. حاضر يا سيدي. ايه يا بابا خير؟ عن اذنك يا بابا. خليك انت يا بهانه، انا حاجه. سعيدة يا سوسو. سعيد. مبروك يا ابني. سعيد يا عم، الله يبارك فيك. خير ان شاء الله. مبروك على الدرجه الرابعه. الله، هو الكادر طلع؟ النهارده كنت في الوزاره صدفه واطلعت على الكشوف الجديده وقريت اسمك. مبروك يا سوسو. ميرسي يا بابا. هو انا يعني نايبني من كده ايه؟ مش زوجك مهما كان ولازم يكون قلبك عليه. قول لها والنبي يا عمي. هيقول لي على ايه يعني؟ والنبي تسكت احسن لك، لاني لو فضفضت شويه الكلام مش هيكون لمصلحتي. وعلى ايه؟ على ايه؟ مفيش داعي.